ما الذي تطلبهم من رئيس جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالمشاهد الذي شاهدناها الآن على الشاشة؟ هذه الصور صور لأشخاص قتلوا. كل هذه التقارير تقارير توثق عمليات قتل وموت غير مسبوقة. هذا الخبر يقول الجنوب أفريقيين البيض يهربون بسبب الإبادة هناك. عندما تسألينني ما الذي يتعين علي أن أفعله، لا أدري حتى الآن ما الذي يمكن أن نفعله حيال ذلك، ولكن هذه كل الأخبار موثقة بشأن هؤلاء المزارعين البيض الذين تم قتلهم. هذه الصور، هذه صور الجثث وهي ملهوفة بالرداء الأبيض. هذه كل التقارير التي وثقت هذه العمليات. أعتقد أن الفيديوهات أيضا ومقاطع الفيديو كانت واضحة جدا. هؤلاء الأشخاص الذين كانوا في مقاطع الفيديو كانوا مسؤولين، وهناك أصدقاء لدي في جنوب أفريقيا أخبروني وقالوا بالفعل أنه كان هناك عمليات قتل، وقالوا أنه في بعض الأوقات يأتون إلى أرض هؤلاء المزارعين ويأخذون منهم هذه الأراضي ويهددونهم بالقتل. كل هذه التقارير التي أحملها الآن بين يديكم هذه تقارير حقيقية. وهل شاهدتم ذلك الرجل وهؤلاء الأشخاص؟ هؤلاء مسؤولين وليسوا أي أشخاص، هم مسؤولين. وأعتقد أن هؤلاء الأشخاص بالفعل تم التعرف عليهم. دعني أوضح ذلك. ما شاهدتم هذه الكلمات التي سمعتموها، هذه ليست سياسة الحكومة. هناك ديمقراطية متعددة الأحزاب في جنوب أفريقيا تسمح للأشخاص بالتعبير عن أنفسهم سواء ومن أي أحزاب، وهناك العديد من السياسات وفي العديد من الحالات هؤلاء الأشخاص لا يتفقون مع سياسة الحكومة. سياسة الحكومة دائما وبشكل كامل ضد ما شاهدناه وضد ما كان يقوله حتى لو كان في البرلمان. وهناك أقلية، حزب ذو أقلية تم السماح له بالوجود وعلى حسب الدستور. أنتم لا تسمحون لهم بامتلاك الأراضي، وعندما يقومون بأخذ الأراضي يقومون بقتل المزارعين البيض، وعندما يقتل المزارعين البيض لا يتم محاسبتهم. إن هؤلاء الأشخاص الذين يقتلون من خلال الأنشطة الإجرامية ليسوا أناسا من السود. هناك المزارعون ليسوا من السود، وهؤلاء الذين قتلوا بأعداد كبيرة وشاهدتم هذه المقابر. وأعتقد كان ذلك في صباح يوم الأحد عندما ذهب هؤلاء العائلات لزيارة المقابر. لقد سمعنا بأنه تم ذبحهم وفصل رقابهم، وكان الأمر فظيعا، وكل هذه الأمور تم توثيقها. ولكنني أقول إذا كانت هذه الأخبار فعلا مزيفة مثل أخبار الABC أو الSBC، إذا كانت مزيفة مثل هذه الأخبار التي نقلها الصحفي قبل قليل، لا أقول أننا بالفعل لا أعتقد أن الأخبار لا يجب علينا أبدا أن نعتمد على الأخبار المزيفة. وأعتقد أنه الأيام المقبلة سوف تثبت مدى صحة هذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبار مزيفة أم غير ذلك. هناك كانت أخبار مزيفة بشأن القوة الجوية للولايات المتحدة على سبيل المثال. هناك الكثير من الأخبار التي تم تداولها بشأن هذه الأخبار.
على سبيل المثال هناك أخبار مزيفة بشأن الطائرة التي تم منحها للولايات المتحدة. أعتذر منك لأنني لم أقدم لك أي طائرة. إذا ما قدمت جنوب أفريقيا طائرة إلى الولايات المتحدة فسوف أقبلها. فيما يتعلق بهذه القضية سوف أتحدث عنها بشكل واضح. أتحدث عن نيلسون مانديلا. أقول أنه على الأشخاص أن يجلسوا حول طاولة المفاوضات والتفاوض بشأن السلام. أيضا يمكننا أن الجلوس إلى دائرة المفاوضات وأيضا التحدث في الأمور التجارية والأمور الاقتصادية. لذلك أقول لكم أنتم شركاء لجنوب أفريقيا، وأنتم الآن ترفعون هذه الشواغل وهذه الأخبار والتقارير، ونحن سوف نتحدث إليكم عن هذه التقارير. إن نسبة الإجرام في جنوب أفريقيا تتطلب تطورات وتقنيات تكنولوجيا في جنوب أفريقيا، ونحن نستخدم التقنية الأمريكية التي تمكننا من تحديد مسارح الجرائم وأماكن إطلاق النار. لذلك نحن بحاجة إلى دعم من الولايات المتحدة للتعامل مع كل هذه الأنشطة الإجرامية التي تتم في جنوب أفريقيا، وهذه هي الشراكة الحقيقية التي نسعى إلى تأسيسها مع الولايات المتحدة. نحن شركاء مع الولايات المتحدة ويجب أن نتعاون سويا من أجل مواجهة التحديات. نحن سوف نجلس مع بعض وسوف نناقش كل هذه الأمور المتعلقة التي يمكن أن يسفر عنها نتائج جيدة. هناك العديد من الأشياء السيئة التي تحدث في كل دول العالم، ولكن هذا الأمر الذي حدث في جنوب أفريقيا أمر فظيع، وأعتقد أن العالم سوف يشاهد هذه المقاطع في الآونة المقبلة. وأعتقد أنا أحرص دائما أن تظهر جنوب أفريقيا بشكل جميل. هناك آلاف من الأشخاص في جنوب أفريقيا يريدون المجيء إلى الولايات المتحدة لأنهم خائفون من أنهم سوف يتم استهدافهم وقتلهم وأخذ أراضيهم. أود أن أوضح لك سيادة الرئيس، لدينا دستور، والدستور يضمن ويحمي كل جميع الأشخاص ويحمي الملكيات. هذا الدستور ينطبق على جنوب أفريقيا بأكملها، وهو يحمي ملكية الأراضي. كان هناك في الماضي العديد من المشاكل المتعلقة بملكية الأراضي. الدولة أحيانا قد تستحوذ على بعض الأراضي من أجل المصلحة العامة. أنتم تأخذون الأراضي من الأشخاص، وهؤلاء الأشخاص الذين يتم نزع أراضيهم يتم أيضا إعدامهم. وهناك منهم المزارعين البيض في جنوب أفريقيا، إنهم يأخذون الأراضي من المزارعين، وفي كثير من الأحيان هؤلاء الأشخاص يتم قتلهم، وهناك جهات مسؤولة تقتلهم ويأخذون أراضيهم، ولا يتم محاسبة هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم. لذلك هناك آلاف في جنوب أفريقيا يريدون المجيء والهرب إلى الولايات المتحدة. الأفارقة البيض لديهم الآن مخاوف من أنهم سوف يتم استهدافهم.